أهلا البنات، السلام عليكم، سعيدة بلقياكم من جديد. مرحبا بكم في قناتكم وقناتي وصفات لاله عتيقة. اليوم كنقترح عليكم هاد الغريبة نتاع او البهلة نتاع اللوز. سبق لي حضرت معكم في الفيديو اللي سبق نتاع القوقاو او الكاوكاو او الفول السوداني. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم في اخر فيديو اللي حطيته، كان بزاف نتاع التساؤلات، خليتوا لي بزاف ديال الاسئله. ان شاء الله غنجاوبكم كل شيء في هذا الفيديو، وغادي نعطيكم كل الاسرار نتاع البهله او الغريبه نتاع الغريبيه نتاع اللوز او القوقاو او ديال الدقيق سامبل. راه كيجيو شهوه منهم. غادي نفوتوا نشوفوا الطريقه والمكونات، وما تزقلوا حتى ثانيه من هذا الفيديو، راه كلها افاده. بسم الله على بركه الله. هنا كان غادي نحتاجوا 250 غرام نتاع الزبده. انا دائما كنستعمل يعني في الحلويات نوعيه جيده، وغادي نضيفوا عليها كاس نتاع السكر كلاص. ضروري انه يكون السكر كلاص. طحنوه في الدار، انا استعملت غير سنيده طحنته يعني في الدار كيولي السكر كلاص. كنخدموه مزيان، وغادي نضيفوا عليهم كاس نتاع العنبه حتى كيولي علاش بطبيعه الحال راكم كتشوفوا معايا كاس نتاع العنبه. الكاس نتاع اتاي العادي به باش عبرت السكر، وبه باش غادي نعبر حتى الزيت. غادي نخلطوا هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم حتى كيندمجوا لينا. هنا من كيندمجوا لينا المكونات كاملين غادي نضيفوا، هنا كاين انا ضفت اللوز بقشوره مطحون خضر، والجنجلان ضفت نصف كاس نتاع الجنجلان. حمرته شويه كيطلق واحد النسمه مزيان. هاد المرحله مهمه، ضروري خاصكم تسمعكم مزيان، راه واخا مراش واضح في الفيديو. انا راه يدي كانت محروقه لي واحد الجهه، على داكشي ما كنتش ولكن واخا هكاك صورت لكم فيديو، كنتمنى يعني تاخذوه بعين الاعتبار. صورت لكم هذا الفيديو وقلت ضروري خاصني نحطو ليهم. المهم هنا كاين درت مغرفه كبيره نتاع القرفه. مي ضروري خاصكم تسمعكم مزيان هاد المكونات باش كتطلق النسمه نتاع اللوز وكتطلق النسمه نتاع الزنجلان. السر اللي مهم واللي مهم تتشقق بلا خاطرها، مغرفه صغيره نتاع الخميره نتاع الخبز. ضروري هذه هي اللي السر، هذا هو السر الكبير اللي ما كيقولوه صحاب الحلوه. بالنسبه للكميه تاع اللوز، تقدوا انكم ديروا كاس نتاع اللوز ولا كاس نتاع الكاوكاو، ولا انكم الا ما متوفر عندكم لا لوز لا كاوكاو ديروا كاس نتاع دقيق محمر. انا هنا كاين ضفت شاصيه نتاع الفلو اللي كنديرو في نصف لتر باش كيعطينا هذاك اللون موحد كيف شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو، كيف غتشوفوا معايا في التالي نتاع الفيديو. ضروري هاد المكونات اننا نديروهم مزيان مع بعضياتهم، يعني بيدنا ندلكوهم مزيان ندلكوهم مزيان وخدموهم مزيان. هاد المرحله يعني مهمه بزاف. الا ما كانش متوفر عندكم لا لوز لا قوقاو، كان متوفر عندكم شي نكهه نتاع اللوز ولا نتاع القوقاو، ضيفوها كيف قلت لكم، ديروا غير كاس ديال الدقيق محمر وضيفوها وردوا عليا الخبر. تبعوا غير الطريقه. هنا كاين درت شاصيه نتاع الخمره نتاع الحلويات من وزن 11 غرام. وبالنسبه للدقيق غادي ندخلوا فيها شويه غادي تشد لكم من 650 غرام حتى 750 غرام نتاع الدقيق. كتبقى حسب نوعيه نتاع الزبده اللي استعملتو، حسب نوعيه ديال الدقيق واش كيشرب ولا ما كيشربش. المهم نتوما غتبقاو تضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى كتحصلوا على واحد القوام اللي غادي نوريكم، يعني واحد الخليط اللي هو مرمل في نفس الوقت. يعني ملي كتزيروا عليه بين يديكم يعني كيتجمع لكم، يعني ما كيبقاش مفرتت. الا لقيتوا انكم كثرتوا، شوفوا الخليط يعني كي داير في نفس الوقت مرمل، ولكن في نفس الوقت ملي كنجمعوا شفتوا كيتجمع ما كيتفرتت ليش. الا انكم فوتوا فيه الدقيق ولقيتوه كيتفرتت لكم وصعيبه انكم تشكلوها، ضيفوا شويه ديال الزيت يعني ودلكوا مزيان. كتدلك مزيان، راه دلكتها مزيان البنات، راه واخا ما وريتكمش يعني ديك اللقطه، راه دلكتها مزيان. خاصكم تدلكوها مزيان باش يدخلوا دوك المكونات كاملين وهذوك النكهات مع بعضياتهم يطلقوا. دابا غادي نفوتوا للطريقه نتاع الطهي، مهمه جدا. غادي ندير لكم بالصوره تشوفوا الفران وكيف يعني النار اللي يعني جهت لها ولا نقصت لها. هنا كاين بالنسبه للتشكل، انا كنشكلهم بحال هكذا كبار. شوفوا في الطاوه كنحط 4 في الطول ديال الفران، كندير لهم 30 غرام كل كره. هنا كاين انايا يعني قبل ما نبدي نشكلهم راني شعلت الفران وجهت له باش يسخن مزيان. بالنسبه للكره كيف قلت لكم ضروري انكم ماشي ضروري، يعني انا بالنسبه لي ضروري ان الغريبيه تجي كبيره. مي نتوما بغيتو ديروهم صغار كيبقى لكم الاختيار. مي يعني 30 غرام تكون فيها، كنكوروها على هذا الشكل. بغيتو تستعملوا الطاوه نتاع الغريبيه اللي عندكم استعملوها كيكون احسن. مي انا كنطيبها غير في الطاوه العاديه، ما كنعلاش نكثروا علينا القزادر والطاوات في الدار. غير هذه
كتكفي وكتقضي الغرض. كيف كتشوفوا راه كتجي شهوه منها. غادي من كمل نشكلها غادي ندخلها نشعل عليها النار. كنقص الفران نخلي النار عامل الفوق، كنخليها حتى كتشقق، كنشوفها تشقت عاد وكنطلعها الفوق باش كتما اللي كتشقق اكثر. شفتوا راه ماشي تقولوا تشوفوها في من درتوا لها النار من فوقها وكتقولوا راه ما تشقتش، راه كتشقق 75% حتى كتطلع الفوق. من طلعتها الفوق وتشقت لي كامله، ديك الساعات عاد هوتها لتحت، لقيتها بان اللون مازال ما موحد لها، مازال محمرين كاملين، هوتها لتحت عاد وبقيت كندور الطاوه، يعني كل مره كندورها في جهه باش انه يجي لي داك اللون موحد. ما خاصكمش تمشيو من قدام الفران، ديروا واحد الكرسي قدام الفران وتبقى عينكم عليها، بحيث تفلتوها غير شويه صافي غادي دير لكم، غادي تحرق لكم. ولا يعني مهم ضروري انكم، انا بقيت قدام الفران حتى طيبتها ودرتها وجبتها. المهم عطيتكم كاع الاسرار. السر الاول هو القضيه تاع الخماره تاع الخبز، ضروري انكم ديروا مغرفه صغيره ديك نتاع القهوه ولا نص مغرفه عاديه، هو مغرفه عاديه اللي كياكلوا بها دانون الوليدات الصغار يعني. ونتاع القرفه تاع القهوه المغرفه الصغيره تاع القرفه راه كتكون صغيره على المغرفه الصغيره العاديه. المهم راه تكونوا فهمتوني. صافي هذه نكمل تكوير على هذا الشكل. راكم كتشوفوا القوام نتاع العجين كيكون مرمل، مي ما كيكونش يعني قاصح. كيف كتشوفوا مي كان دغيا هو كتشوفوا كيف يعني راه تعمدت ان تشوفوا يعني. انا ما زربت لكم الفيديو ما حتى شي حاجه باش تشوفوها يعني، راه ما كتفرتت ما حتى شي حاجه يعني. عي احترموا، الله يرحم لكم الوالدين، احترموا الطريقه وتبعوا الفيديو كامل، حيت راه الفيديو كامل راه كنهضر يعني، بحيث كنقول لكم كاع النصائح اللي انايا تبعتهم باش يعني جاتني بهذاك الشكل. دابا غتشوفوا معايا طريقه الطهي بالصوره. هنا النار شوفوا كي راه دايره يعني متوسطه وناقصه ماشي مجهده. هنا كاين انا ضروري انكم يعني تسيو. انا سيت شي حبات في الاول. شوفوا مين كتشوفوها مشقه بحال هكذا وبدات كتاخذ اللون صافي طلعوها الفوق يعني بحال هكذا. شوفوا يعني راه ما مشقاش يعني شي حاجه اللي كثيره، راه غير يلا بداو كيتبان. مين تشوفوها خدات صافي كتطلعوها الفوق. مين كتطلعوها الفوق عاد كتبدا، انا طلعت الطاوه الفوق عاد كتبدا كتشقق بزاف يعني. شتو راه هذا هو الشكل ديالها وهذا هو السر يعني. راه حتى كتطلع الفوق عاد كتبدا يعني تشقق بحال هذا الشكل. وصافي انا من طلعتها الفوق عاودت رديتها لتحت يعني باش انا نحمر ليها الجوانب باش تجي يعني على هذا الشكل كامل. وصافي هذا هو الشكل ديالها. كنتمنى الى عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه وديروا له لايك، بطبيعه الحال خليوا لي شي تعليق وبارطاجيوه مع العائله والاحباب باش تعم الفائده. وصافي ما قلت لكم انا درت اللي عليا. دابا بقات عليكم نتوما البنه، غادي نخليكم حتى تجربوه وديك الساعه غتردوا عليا الخبر، غتوليو عندي التعاليق وغتقولوا لي الله يرحم الوالدين. المهم هذا ما كان كنضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو اخر. راه حطيت لكم رمضان كامل وانا كنحط يعني كل نهار كنحط لكم فيديوهات، بديت لكم بالملاح، دابا ولينا حلويات العيد وصافي. كنتمنى راه حطيت لكم شي 5 ولا 6 نتاع الحلويات نتاع العيد. الا كنتوا اول مره كتشوفوني راهم كاينين تحت هذا الفيديو.